مالك فتنه. انت كمصري مالك؟ هو عايز تجيب يعمل سيرة فتنه. المملكة العربية السعودية ليه، او تجيب سيرة الامارات، او تجيب سيرة الكويت، او اي دولة عربية؟ انت عايز مالك؟ عايز يعمل اي فتنه، عايز يقلب الشعوب على بعضها. انت المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية الشقيقة من اول الدول اللي وقفت مع مصر بعد الإخوان، بعد ما مشت الإخوان سنة 2013، وهم اللي دعموا جمهورية مصر العربية. تمام. طبعا طبعا. وقفوا بلدك على رجليها، لأن لو ما لولا السعودية ولولا الاستثمارات المملكة العربية السعودية بتعملها اللي عملتها وأودعت فلوس في البنوك المصرية، كان زمان مصر وقعت. كان زمان مصر دلوقتي مش مفيش زي لبنان اقتصاد. ولا سوريا ولا السودان. كان زماننا اه رايحين كلنا في 60 داهية صح، انا لولا موافق. وقفة المملكة العربية السعودية موقف تاني، و... في موقف تاني مهم جدا، لما اتحرك الاسطول الامريكي علشان خاطر ايام اوباما، واتحرك في البحر الاحمر، واتحرك في البحر المتوسط، وعلى المنصه في رابعه قال لك الاسطول اتحرك. وزير الخارجيه السعودي والملك عبد الله السعودي قالوا لامريكا احنا مع مصر ومش هنعمل البترول، عشان كده الاسطول احنا رجع يا تاني. استاذ، يا استاذ كوكو، احنا مش طالعين نفرش الملايات. احنا وقفنا جنبيكم وانتوا وقفتوا. احنا ملناش دعوة. احنا مش عايزين نعمل حوار. الناس دي م- تحترم، م. والمحترم يحترم غصب عن عين التخين، طبعا غصب عن اي حد. وانا بقول طبعا. اي حد هيفكر يمس المملكه العربيه السعوديه بالذات، دولت ما بيحبوش حد بص يحكوهم كده. تمام. ولا هيتحاسب، وكل الامارات. واحد شرب من م. كوبايه ميه هيتحاسب عليه.